مساء الخير عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم في احسن صحة واحسن حال. يوم جديد وفيديو جديد وروتين كده جديد ان شاء الله يعجبكم وينال رضاكم. تعالوا كده قبل ما نبدأ اليوم بتاعنا النهاردة نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الفيديو النهاردة بتاعنا كده فيديو كده دسم وفي كده يعني وصفات كده كتير. وفي كده افكار كتير. كملي كده معايا الفيديو للاخر عشان كده نشوف هنعمل ايه مع بعض. انا طبعا النهارده بقى البنات يعني عندي بقى لهم كده ايه فتره عايزين كده يخرجوا. يعني يوم الاجازه بتاعتهم وكده، او مثلا واحنا في البيت اطلب لهم كده سندوتشات. المهم يعني انهم عايزين ياكلوا سندوتشات من بره يعني. تمام. فانا قلت لهم ايه، انا هعمل لكم كده سندوتشات في البيت. هنخرج كده بره، او لو طلبنا كده سندوتشات هنجيب كده ايه، هتبقى غاليه. يعني شوفي كده تمن السندوتش اصلا الواحد دلوقتي بقى بكام، معدي كده ل70 و80 جنيه. فانا قلت لهم بتمن كده سندوتشين 3 هندفعهم، وطبعا احنا مش هنجيب سندوتشين 3، هنجيب كده كذا واحد. فانا اعمل لكم كده ايه وليمه بقى في البيت. فقالوا لي طيب ماشي وايه، ودخلنا بقى تحدي ان هم كده مع بعض، وقلت بقى ايه ادلعهم بقى كده في اليوم دوت ونشوف كده هنعمل ايه مع بعض. طبعا اول حاجه، وطبعا انا ما يعني في اليوم دوت ما جبتش حاجه من بره خالص، لان انا كنت عندي الحاجه في البيت. وكنت مفرزه كده البرجر، وكنت كمان عامله الشاورما كانوا جاهزين. فطلعتهم كده علشان يفكوا. تمام، علشان نعمل بيهم كده سندوتشات. وكمان عندي كده ايه كان عندي كده عصير جوافه وكيس كده مانجا. المانجا ديت كانت يعني كنت يعني وانا بشتريها ايام ما كنا المانجا كنا بنشتريها يعني وكده. فالمانجايه ديت كانت ناشفه كده معايا، فكانت حادقه شويه. فقلت بقى ايه هشيلها في الفريزر يعني الكيس دوت، ابقى اطلعه كده اعمله عصير. فالمهم بقى ايه طلعته النهارده كده مع الجوافه علشان نعمل بيهم بقى ايه كده عصير. بس اول حاجه بقى كده نعمل معانا الوصفه ديت، هنعمل بقى ايه كيكه الويفر. كنت عملتها معاكم قبل كده في القناه ونزلتها الطريقه بتاعتها قبل كده. بس ايه الطبقات بتاعتها من جوه ما كانتش ظبطت معايا. فقلت ايه هجربها كده واعملها تاني، وهم كمان خصوصا يعني البنات كانوا عايزين ياكلوها. فقلت كده ايه اعملها واصورها كده معاكم. المهم بقى كده جبت عندي بقى حطيت كده في الخلاط 3 بيضات بدرجه حراره المطبخ، وحطيت عليهم كوبايه سكر وكوبايه الا ربع من الزيت، وحطيت عليهم كيس فانيليا. تمام. ضربتهم كده كويس بقى في الخلاط لغايه ما السكر كده دب معايا كويس. وجبت بقى المواد الجافه 4 كوبايات الا ربع من الدقيق. تمام. وحطيت عليهم معلقتين كبار من النشا، وربع معلقه صغيره من البيكنج باودر. قلبتهم بقى كده كويس، ونزلت عليهم بالمواد السائله بتاعتنا البيض والسكر والزيت. وابتديت بقى اقلب فيهم زي ما انتم شايفين كده بالشكل دوت. بعجن بقى فيهم كده، يعني مش هعجن عجن كده جامد، لا انا بس هقلبهم لغايه ايه ما المكونات كده معايا تختلط كده مع بعضها. هقلبهم كده مع بعض، او اخلط كده المكونات مع بعضها كويس. تمام. بيبقى كده ايه في من تحت كده دقيق، يعني الدقيق كده من تحت ابتدي ان انا ايه الم كده الدقيق كويس مع العجينه بتاعتنا. تمام كده بقى زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى اخد العجينه عندي كده. تمام. واقسمها عندي لنصين، علشان نص كده هنعمله بالفانيليا ونص كده بالشوكولاته. تمام. علشان بقى كيكه الويفر او بسكوت الويفر كده لما بنيجي نشتريه بيبقى طبقات كده، طبقه من الفانيليا وطبقه من الشوكولاته. فهي برضو ايه الكيكه كده نفس الفكره ديت. قسمتهم بقى عندي كده النصين. حطيت كده على نص الفانيليا معلقه كبيره من الدقيق، ونص التاني حطيت عليه معلقه كبيره من الكاكاو الخام الاسباني. تمام. نبتدي بقى ايه نعجن برضو كده كويس، مش هنعجن برضو، احنا اهم حاجه ايه ما نعجنش يعني جامد. انا بس ايه هلم كده معلقه الدقيق مع نص كميه العجينه بتاعتنا. هلم كده معاها ايه المعلقه ديت. ولو حسيتي كده ان هي العجينه يعني قاسيه كده في ايدك او ناشفه كده في ايدك، حطي عليها معلقه زيت. تمام. انا ايه حسيت ان هي ناشفه في ايدي بعد ما ابتديت ان انا اعجنها، فحطيت عليها معلقه زيت عليها وعلى الكاكاو كمان. بس الفيديو ده متصورش معايا، او المقطع ده متصورش معايا. فالمهم كده عجنتها بقى كده كويس زي ما انتم شايفين، او لميت كده معلقه الدقيق كده مع العجينه لغايه ايه ما الدقيق كده اختفى معايا. وهنا برضو بلم كده معلقه الكاكاو علشان ايه نخليها كده عجينه بالشوكولاته. هلم كده معلقه الكاكاو مع العجينه بتاعتنا. وزي ما بقول لكم لقيتوها كده ناشفه في ايديكم، زودوا عليها ايه معلقه كبيره كده من الزيت على كل عجينه. يعني على الفانيليا زودي معلقه، وعلى الشوكولاته زودي كده معلقه. لقيتيها طريه في ايدك وملمسها كده طري وناعم، خلاص ما تزوديش الزيت.
خلاص انا كده بقى لميتها، وكل ما هتتعجن او كل ما هتلميها كده هتلاقي اللي ابتدى بقى لونها كده يغمق معاكي. وكمان لما ضفت بقى معلقه الزيت كمان اللون بتاعها ظبط اكتر وغمقت كده معايا. عشان كده لما تيجي في الطبقات لما نيجي بقى نسويها لون الطبقه بتاعتها تبقى طبقه الشوكولاته كده باينه، ما تبقاش كده فاتحه. تمام. جبت بقى المفرش السيليكون دوت ودهنت عليه كده شويه زيت علشان العجينه بتاعتنا كده ما تلزقش. وابتديت بقى كده جبت عندي العجينه اهي بقى بعد ما حطيت عليها معلقه الزيت لمت بقى كده معايا وبقت معايا ناعمه كده خالص. هبتدي بقى كده ايه احطها افردها عندي على المفرش دوت زي ما انتوا شايفين كده النصين. كل كده عجينه نبتدي ايه نفرشها نبططها كده زي ما انتوا نفردها اقصد. هبططها كده بايدي الاول وبعد كده اجيب ايه بالنشابه يعني. تمام. ابتدي ان انا ايه افردها بقى كده بالطول كده واظبط الحواف كده بتاعتها بحيث ان هي تطلع معايا كده ايه يعني مستطيله كده على قد نص المفرش زي ما انتوا شايفين كده. بحاول اخليها كده ايه لنص المفرش علشان هعمل التانية الشوكولاته جنبها برضو نصها، وبعد كده نبتدي ان احنا ايه نحطهم على بعض. واحاول على قد ما اقدر ان ايه اسويها من الجناب كده ومن فوق ومن تحت اخليها كده سوا واحد. عايزه اقول لك الوصفه ديت وانتي واقفه هتعمليها، طريقتها سهله جدا مش بتاخد معاكي وقت خالص. يعني هتحسي ان وانتي بتفردي والكلام ده هياخد معاكي وقت، لا خالص. هتعمليها كده وانتي واقفه مش هتاخد معاكي وقت خالص بصراحه. يعني وصفه كده سهله وسريعه. هنا بقى التانية العجينه بتاعه الشوكولاته برضه ابتدي كده ايه اضغط عليها. تمام. وبعد كده اجيب بقى كده النشابه وابتدي ان انا افردها بالمنظر دوت. هي بكل سهوله هتلاقي كده يعني بتتفرد معاكي، ما مش صعبه ولا حاجه وانت بتفرديها. يعني بتتفرد كده بكل سهوله معاكي. يعني عجينه كده طريه ولينه كده في ايدك هتلاقيها كده وانت بتفرديها بتتفرد معاكي كده بكل سهوله. بصوا بقى انا كده ايه بفردها بحاول اخليها كده ايه على قد ما اقدر قد العجينه كده التانية عشان بقى ايه نبتدي نحطهم على بعض يبقوا كده سوا واحد. هنا بقى كده خلاص هبتدي بقى اخد كده عجينه الشوكولاته احطها بقى كده على العجينه التانية بتاعه الفانيليا بالشكل دوت. بصراحه المفرش دوت اكتر حاجه هيسهل عليكي انك تعملي الخطوات دي يعني ديت بكل سهوله. تمسكي المفرش وتقومي قلبه كده العجينه بيها. احاول كده اظبط بقى العجينه على بعضها وابتدي بقى هنا كده اطبق بقى اول تطبيقه فيها. هي علشان العجينه ديت بتطبق 4 مرات بس، ما تعملهاش اكتر من كده، ما تطبقيش فيها اكتر من كده. يعني لو طبقتي فيها اكتر من 4 مرات الطبقه بتاعه الفانيليا خلاص هتروح بقى كده في الشوكولاته ومش هتبان معاكي خالص لما تستوي. ودوت اللي انا عملته المره اللي فاتت لما كنت عامله الوصفه ديت قبل كده طبقتها كده اكتر من 4 مرات، فطبقه الفانيليا راحت بقى كده في الشوكولاته فما بقتش باينه معايا خالص بعد السوا. فطبقيها بس 4 مرات يعني. خلاص طبقتها بقى كده اول مره وابتديت برضو كده افردها تاني. تمام. وبعد كده نبتدي ان احنا نفردها او نطبقها كده تاني تطبيقه زي ما انت حابه بقى، بتطبقيها من اليمين من شمال من فوق من تحت زي ما انت حابه. المهم ان انت تطبقيها 4 مرات بس. طبعا بقى انا مشغله الفرن علشان يسخن علشان لما اخلص الكيكه يعني يكون الفرن معايا كده سخن. نفرد بقى كده ايه فيها زي ما انتوا شايفين. دي كده بقى تالت تطبيقه معاكم. تمام. اخدها برضو كده ايه وابتدي ان انا افردها. ما تبالغيش يعني وانتي بتفردي فيها علشان ايه ما تضيعيش الطبقه بتاعه الفانيليا كده في الفرد او تضيعيه كده الشوكولاته تبان كده معاكي. دي كده خلاص بقى رابع تطبيقه كده ديت اخر واحده. تمام. هبتدي بقى كده ايه افردها على قد بقى ايه مقاس الصينيه اللي انا هعمل فيها. انا عاملاها كده في صينيه مقاسها 20 في 25، صينيه كده مربعه مقاسها 20 في 25. بصوا بقى مع ربع التطبيقه بدات ايه لون العجينه بتاعه الفانيليا بدات ايه يعني خلاص ان هي بقى خلاص لو عملت واحده تانية تطبيقات تانية هتروح بقى كده معايا. فهي خلاص هم 4 تطبيقات بس وخلاص. اظبط بقى كده ايه السمك بتاعها. تمام. واسويها بقى كده وابتدي اجيب ايه الصينيه، وطبعا الصينيه كده دهنها بشويه زيت. واجيب بقى كده الصينيه وابتدي ان انا كده اقطعها على قد الصينيه كده بتاعتي.
قلت يعني ايه ابتدي كده باكتر حاجه دي هتاخد وقت، يعني مش هتاخد وقت يعني على بال بس ما تستوي يعني. قلت اعملها على بال بقى ما ادخلها الفرن وتستوي، اكون بقى ايه اخلص بقيه اعمل بقى الاكل يعني. انا قلت ابتدي بس ايه بكيكه الويفر، ابتدي يعني بالحلويات الاول وبعد كده بقى ابتدي اعمل السندوتشات. هنا بقى كده خلاص بسويها، خدت كده مقاس الصينيه عليها وابتديت بقى اسويها. الزيادات اللي بتطلع ديت مش برميها يعني، بحطهم كده بلزقهم في بعض ويصوتهم كده وايه. وبرده عايزه بقى تحطي عليهم شوكولاته، عايزه يعني تتاكل كده زي ما هي زي ما انت حابه. انا سويتها وكلناها كده زي ما هي، ما حطيتش عليها يعني شوكولاته. حطيتها بقى كده، شلت بقى العجينه زي ما انتم شايفين كده بتتشال معايا بكل سهوله. دهنت بقى الصينيه طبعا زيت، وابتديت بقى كده احط العجينه في بقى حته كده طالعه من الجنب ديت، ابتدي ان انا اسويها علشان كده تطلع معايا الكيكه كده سوا واحد. بس كده خلاص زي ما انتم شايفين. ابتدي بقى ايه ادخلها الفرن على درجه حراره 180، بتقعد معايا في الفرن نص ساعه. تمام. وده بقى شكلها كده بعد ما استوى. بحط كده فيها عصايه الشيش طاووق، تطلع معايا نظيفه. خلاص كده هي استوت، وهي بقى دافيه كده بنزل عليها بقى كده بشوكولاته سايحه. انا مسيحاها شوكولاته بتاعت سما. حط عليها كده شويه زيت، يعني كام مكعب كده من الشوكولاته احط عليهم شويه زيت وسيحيهم كده على بخار ميه. تمام. وابتديت بقى انزل بيهم كده عندي على الكيكه بتاعتنا وهي دافيه كده يعني. يعني وهي في الفرن انا كنت بسيح الشوكولاته علشان اول ما تخرج الكيكه معايا تكون الشوكولاته كده ساحت. وزعت بقى كده الكريمه او الشوكولاته. انا المره اللي فاتت كنت عامله كده الشوكولاته كانت اللي هي الدارك الغامقه، المره دي بقى عكستها، عملت كده الشوكولاته البيضه من تحت وهنزين بقى بالغامقه من فوق كده. برضو مسيحه كده شوكولاته غامقه، وحط عليها برضو كده شويه زيت وحطيتها كده في كيس حلواني علشان نعمل بقى بيها الخطوط اللي احنا ايه هنعملها دلوقتي على الشوكولاته البيضه من فوق. نعمل بقى كده خطوط بطريقه كده عشوائيه خالص، رايح جاي كده. تمام. وابتدي بقى ايه اجيب العصايه بتاعه الشيش طاووق، نقلب بقى الصينيه ونعمل بقى خطوط كده رايح جاي. بس بقت معانا كده بالشكل دوت. خلاص بقى كده زيناها. ابتدي بقى اجيب السكينه، لازم طبعا نقطعها وهي لسه اول ما زيناها كده نبتدي ان احنا نقطعها، علشان لو سيبناها تبرد الشوكولاته كده هتجمد، ولما نيجي كده نقطعها الشوكولاته كده هتتكسر معانا. فلازم كده نقطعها وهي لسه ايه، اول ما يعني ما نحط الشوكولاته ونزيناها خلاص نبتدي بقى كده نقطعها على طول، ونسيبها بقى على جنب لغايه ما تبرد، وبعد كده نبتدي ان احنا نقدمها. بقطعها بقى كده عندي لمربعات كده زي ما انتم شايفين. اخر مربع بقى دوت حسيت ان هو كبير كده شويه، فعملته كده ايه على نصين، يعني عملته زي المثلث كده، عملته على مثلثين. خلاص بقى دي اخر واحده كده نقطعها وخلاص كده احنا خلصنا ايه كيكه الويفر. هركنها بقى كده عندي على جنب لغايه ما تبرد، وابتدي بقى هنا نعمل بقى الاكل بقى معانا. انا بقى كنت مطلعه البرجر، والبرجر دوت انا كنت عاملاه كنت مفرزاه من مع تفريزات الفراخ كده في اول الشهر. فطلعته بقى كده وفك معايا. انا كنت شايلاه يعني على اساس ان انا هشويه، بس انا بصراحه قلت النهارده ايه مش عايزه يعني اشويه. فقلت بقى ايه لا ادلع كده البرجر كده شويه واعمل له بقى طبقه كده زي البانيه، يعني احطه كده في دقيق، والطبق التاني حاطه فيه بيضايه وشويه لبن وعليهم كده رشه ملح ورشه فلفل اسود. والطبق التالت ده لقيت عليه كده فيه يعني فيجيتار. تمام. فاخدت بقى البرجر، يعني قلت كده هقليه، مش عايزاه كده مشوي مش هشويه، لا قلت كده ايه هعمله مقلي يعني زي البانيه كده، يعني اعمله كفر من بره زي بتاع البانيه. طعمه فعلا يعني تحفه جدا لما عملت له الكفر دوت، مخلى طعمه فعلا جميل جدا. بنزله كده الاول في الدقيق، ويستحسن بقى ايه يعني ما تخلوش يفك كده جامد يعني، علشان وهو طاري كده في ايدك هيغلبك وانت بتعملي فيه. بس انا ايه يعني انا كان غصب عني فك بقى معايا، لان انا بعد ما خلصت الكيكه ودخلتها الفرن النور قطع عندي. فاضطريت بقى ان انا ايه يعني اضطريت ان انا اسيب البرجر بقى عندي على الرخامه فتره يعني شويه عبال ما النور جه، علشان ابتدي ان انا ايه اصور بقى كده لما النور يعني يجي. علشان كده فك كده مني شويه. فيستحسن يعني ما تيجي تعملي الطبقه ديت يكون البرجر متفرزن كده او جامد كده شويه. المهم بقى كده حطيت كل الكميه معايا، وهما كانوا عاملين كده 7 برجرات. حطيتهم في الدقيق، وبعد كده ابتديت بقى انزل بيهم كده في البيض وفي اللبن. بصوا بقى بمسكها كده بالراحه، كانت فكه معايا خالص. ابتدي بقى امسكها بالراحه علشان كده ايه ما تفكش ما تتقسمش كده مني او تفك مني.
وحطيتها بقى في الفيجيتار كده، وابتدي ان انا اضغط عليها كده بايدي. تمام. وهعمل بقى كده ايه الكميه كلها بنفس الشكل ده. خلاص كده ايه دي تاني واحده، برضو نبتدي ايه نعملها بنفس الشكل. يعني مش شرط ابدا خالص انك يعني مثلا عشان تفرحي ولادك او كده انك مثلا تجيب لهم حاجه من بره واكل من بره والكلام دوت. يعني عادي، يعني حتى لو جبت لهم بره وهم يعني بيفرحوا بالطريقه ديت مفيش مشكله. بس يعني عادي ممكن تعملي بقى في البيت، مثلا انتي لو عندك الحاجه او كده اعملي بقى في البيت والحاجات ديت، وطبعا هتوفر معاكي فلوس كتير. زي ما بقول لكم السندوتش بره معدي ال70، يعني مثلا السندوتش الستريبس معدي ال70. البانيه برضو بالاسعار ديت، يعني الاسعار دلوقتي في السندوتشات معديه يعني. فانت بتمن كده 3 4 سندوتشات اعملي كده ايه، هتعملي وليمه بجد في البيت. وكمان هتقعدوا بقى في البيت وهتتعشوا والكلام دوت. انا عايزه اقول لكم اصلا ان انا الفيديو دوت كنت عاملاه كده كنت عاملاه في سهره يوم الخميس، يعني ما كنتش عاملاه النهارده. انا عملته كده يوم الخميس بقى، قلت ايه يعني بما اني بقى خلاص اخر الاسبوع وكده، فاعمل لهم بقى كده ايه نتعشى بقى بالسندوتشات ديت، واعمل لهم بقى كده ايه الحاجات الحلوه يعني اللي هم بيحبوها، علشان بقى احنا خلاص يعني اخر الاسبوع وكده. فيعني مش شرط ان انتي زي ما اقول لك، يعني مش شرط ان انتي مثلا لازم بفلوس كتير علشان مثلا تبسطي اولادك او الكلام دوت. لا، بحاجات بسيطه تقدري انتي يعني تبسطيهم وتدلعيهم كده بقى في البيت، وتعملوا كده حاجات نضيفه بايدك والكلام ده. حاجات بقى انتي ضامنه يعني نظافتها، انتي عاملاها بايدك مفرزاها بايدك، غير بقى من بره انتي مش عارفه البرجر دوت معمول ازاي، او الفراخ ديت معموله ازاي والكلام دوت. هنا بقى خلاص كنت ايه قليت بقى البرجر. شايفين بقى ما شاء الله لما عملت بقى عليه الكفر بقيت الطبقه بتاعتها او الحجم بتاع البرجر بقى عامل ازاي. وهي اساسا يعني قبل اصلا ما احط يعني الطبقه كانت برضو البرجر معايا كانت حجمها كان كبير ما كانش صغير. فالمهم بقى كده ايه نبتدي بقى نقلي برضو كده 3 تانيين. انا كنت عامله في الطبق كنت شايله كده 7 برجرات. هسيب لكم كده الرابط بتاع الفيديو بتاع التتبيلات البرجر والشاورما والحاجات ديت، هسيبه لكم كده تحت في صندوق الوصف لو حابين تشوفوا كده التتبيله بتاعته. بس فعلا التتبيله بتاعته رهيبه جدا، واحنا بناكله البرجر يعني كانك انت شاريه من بره، طعمه فعلا حلو جدا. هنا بقى كده نعمل الشاورما. حطيت كده شويه زيت صغيرين، وابتديت انزل بقى كده عليهم بالشاورما اللي هي التتبيله بتاعتنا. تمام. وابتدي بقى كده ايه يعني ايه احاول ان انا او يعني احاول ان انا ايه ملزقهمش في بعض. المفروض ان انا كنت الكميه دي اصلا اسويها كده على مرتين، يعني تملي يعني او عاده الشاورما او الشيش طاووق ببتدي ان انا ايه اسويهم على مرتين علشان ما تنزلش كده الميه بتاعتها يعني. فبس انا بقى كنت مستعجله بقى، كانوا البنات كانوا جعانين لان احنا كنا بقول لكم كده كنا يوم الخميس، فكنت كنا السندوتشات دي كانوا هيتعشوا بقى بيها بالليل يعني. ما كانوا جايين متاخرين من الدروس وكده، فما كناش اتغدوا ما كناش اتغدينا يعني. فقلت لهم بقى خلاص استنوا بقى شويه هنعمل بقى السندوتشات ونتعشى كده بيها. فكنت بقى مستعجله يعني وانا بعمل اكل بقى هنا، كنت ايه مستعجله علشان هما كانوا خلاص جعانين. فنزلت بقى كده ايه بالكميه كلها بتاعه الشاورما. شوحتها وبعد كده نزلت عليها بقى ايه ببصلايه كده مفرومه صغيره. تمام. حابه تحطي فلفل الوان ماشي، بس انا ايه ما كانش عندي كان خلصان فما حطيتش عليه. البرجر بقى انا نقلته ورا علشان ايه يعني اسرع نفسي، عين كده عليها البرجر وعين عليها الشاورما انجز يعني، عشان ايه مش لسه هستنى اعمل حاجه. هنا بقى ايه اخر واحده خلاص. كنت فاكره ان انا قفلت النار يعني على الزيت، وطلع ان انا هو مفتوح فالزيت ابتدى كان هيتحرق يعني كده معايا. خلاص بقى نطلع اخر واحده، وبدي كده تقليبه برضو كده ايه للشاورما. حطيتش بقى توابل عليها، هي كده عليها كل التوابل بتاعتها الملح والفلفل وكل التوابل كنا شايلينها كده جاهزه متبهره. حطيت بس عليها كده شويه زيتون كده مخلي. تمام. وخلاص بقى كده اديها كده تقليبه وابتدي ان انا اقفل عليها. جبت بقى ايه فينو وكايزر. ده بصراحه اللي انا بقى اشتريته النهارده من بره، الفينو والكايزر وكيس الكاتشب دوت. هما دول الحاجات اللي انا اشتريتها في اليوم ده. نبتدي بقى ايه كده نفتح بقى كده الكايزر والفينو، ونبتدي بقى كده نعمل السندوتشات. حابه بقى مع البرجر وانتي بتحطيه تحطي طماطم، تقطعي طماطم، تقطعي خس، تحطي مايونيز زي ما انتي حابه بقى الحشو يعني مع البرجر زي ما انتي حابه يعني. انا حطيت بس كده ايه شويه كاتشب من تحت ومن فوق، وابتديت بقى احط كده البرجرايه. اصلا شايفين ما شاء الله البرجرايه اكبر
من حجم الكايزر يعني. فابتديت بقى ان انا احطها والزياده كده اشيلها، واللي هي الحاجات الزياده اللي هي اللي تبقى الحتت الصغيره ديت هعمل بقى كده هحشي بيها الفينو. اصلا هيجي كمان كام واحده كده هتبقى هتعمل يعني اتنين. بصوا شايفين ما شاء الله البرجر يعني ممكن تعملي منها اتنين كايزر يعني مش واحده بس. حطيت كده كاتشب من تحت ومن فوق، وابتدي بقى ايه احشي كده السندوتشات كلها بنفس الشكل. بقص كده حته منها واللي انا قصيتها دي اخليها كده من جوه. بصوا دي ما شاء الله تعمل اتنين سندوتشين كده. خلاص بقى ايه انا بحشيهم بنفس الطريقه. وهما بقى خلاص كانوا جنبي كانوا جعانين بقى خلاص بصراحه، كانوا من ساعه ما بيصحوا الصبح ويفطروا السندوتش اللي هما بياكلوه يعني بيفضلوا بقى قاعدين عليها كده طول النهار. فكنت بقى ايه عماله احاول ان انا اعمل بسرعه كده علشان ايه كانوا خلاص فعلا كانوا جعانين. انا اساسا كمان كنت جعانه. هما برضو لما بينزلوا انا ما بعرفش ان انا اتغدى وقت الغدا يعني ما بعرفش اتغدى لوحدي، فبستنى برضو لما هما يجوا علشان كده ايه ناكل كده انا وهما. فعملت بقى ايه فكنت بحاول ان انا اعمل كده بسرعه. خلصت بقى كده سندوتشات البرجر، وهنا بقى كده ايه جبت بقى الفينو وابتدي بقى ايه نحط برضو فيه كده شويه كاتشب، ونحط بقى كده الشاورما بتاعتنا. نعمل برضو كده ايه الكميه. انا كنت جايبه الفينو ده كان ب10 جنيه، كانوا 10. فعملتهم كده وحشيتهم واتبقى معايا كده شويه من الشاورما. فكان عندي كده في الفريزر 4 ترغيفة كانوا باقيين عندي يعني من سندوتشات المدرسة وكده. فطلعتهم فك ورحت ابتديت برضو ان انا ايه كده اعملهم برضو سندوتشات شاورما. قلت يعني ايه نتعشى والباقي كده من السندوتشات هيصحوا بقى، علشان طبعا كان تاني يوم الجمعة. انا زي ما بقول لكم الروتين ده انا كنت عامله كده يوم خميس. فقلت بقى ايه تاني يوم كده الجمعة لو انا نمت كده شوية الصبح يبقى في كده ايه حاجة كده في التلاجة يعني يفطروا بيها او ياكلوها كده على بال ايه مصحى بقى. خلاص بقى كده ايه نحشي. انا هنا بقى كده البرجر اللي هو اللي كان الزيادة اللي كنت بطلعه كده من الكايزر الزيادة عملته كده قصيته صوابع زي ما انتم شايفين، وابتدي برضو كده احشي بيه كام رغيف كده من الفينو دولت. بصوا ما شاء الله طبق البرجر وطبق الشاورما عملت بيهم ما شاء الله سندوتشات كتيرة كده، عملت بيهم وليمة بصراحة. كفتنا في العشاء وكمان في الفطار. احنا بقى لو كنا كنا من بره السندوتشين 3 كنا هناكل كده وهنشبع ويتبقى معانا لتاني يوم؟ اكيد لا طبعا. كنا ندفع مبلغ وقدره كده في كام سندوتش وخلاص كده. لكن انا عملت بقى كده في البيت ايه حاجات يعني، وعملت كده كمية كبيرة وعملت كده حاجات حلوة آه يعني انا ضمن نظافتها والكلام ده. خلاص بقى كده نحشي اخر واحد. وكنت بقى طلعت ايه اللي من الفريزر دولت. انا ببقى جايبه الفينو يعني من بالليل وحطاه في الفريزر. بجيب يعني مثلا ب10 جنيه ب15 جنيه بحطهم كده في الفريزر، وابتدي ان انا اخد بقى منه علشان يعني السندوتشات بتاعت المدرسه الصبح بطلعه كده احطه على الرخامه بيفك كده معايا على طول من غير ما احطه في الفرن ولا اي حاجه، هو بيفك كده على طول. خلاص بقى هنا ايه دول طلعتهم. نبتدي بقى ايه كده نحشيهم برضو. عايزه اقول لكم كمان الشاورما برضو بدأ يعني عملت يوم الاربعه دولت وكان بقى كمان معايا، فبقيت بقى اكمل على السندوتشات كده كمان احشي فيها اكتر يعني. حابه مع الشاورما مش عايزه كاتشب ممكن تحطي طحينه. اعملي كده سلطه الطحينه واحشي برضو بيها كده في الفينو في الساندوتش وحطي كده الشاورما من فوق، او حطي الطحينه كده على شاورما من فوق برضو بيبقى طعمها حلو. شاورما كده مع الطحينه بيبقى طعمها حلو. بصوا بقى انا ايه الشاورما اتبقت معايا وخلاص ما عنديش بقى فينو تاني.
فايه بكمل بقى على السندوتشات كده، بحس ان هي يعني ما كانش فيها شاورما كتير، ابتدي ان انا ايه ازود عليها. بس هو ما شاء الله كان الرغيف يعني كان مليان، كنت مليه كده بالشاورما كده زي ما انتم شايفين. خلاص بقى خلصت كده السندوتشات. وكان بقى كمان معايا العصير بقى، كان فك كيس الجوافه وكيس المانجا دولت. عايزه اقول لكم الجوافه دي عندي من رمضان اللي فات، من تفريزات كده رمضان اللي فات، كان باقي معايا كان باقي معايا كيسين، عملت الكيس دوت ولسه عندي كده كيس تاني. بتقعد كده بصراحه من السنه للسنه مش بيجرى لها اي حاجه، ولا بتسود ولا بيجرى لها اي حاجه. بفرزها كده زي ما هي ببذرها. طبعا لازم تتفرز ببذرها، علشان ايه، هو البذر بتاعها هو اللي بيديها كده التقل بتاعها، هو اللي بيخليها كده تقيله وحلوه. المهم كده الاول ضربت بقى كده المانجا، خدتها حطيتها في الخلاط، زودت عليها كده شويه سكر وشويه ميه، وابتديت بقى ايه احطها عندي في الكاسات كده زي ما انتم شايفين. نعمل بقى كده عصير كده حلو وشكله حلو كمان. انا مليت بس كده نص الكيس كده او نص الكوبايه، علشان ايه هكمله كده بالجوافه، يبقى كده شكله حلو كده، كاني ايه شاريين العصير كده من بره، زي بتاع عندي بتاع العصير كده لما بيكونوا عاملين كده العصير طبقتين، بيبقى شكله كده حلو. فقلت بقى النهارده كده هعمله يعني بالشكل ده، مش هعمل الجوافه لوحدها والمانجا لوحدها، لا انا هعمل كده العصير واحطه على بعض يديني الشكل الحلو ده. حطيت برضو كده الجوافه وحطيت عليها كده السكر، وحطيت عليهم كده شويه لبن حلوين. تمام. وابتدي كده برضو اضربهم وننزل بقى ايه على المانجا اللي احنا حطيناها في الكاسات دي. بصوا بقى الشكل بقى، كلموني بقى عن شكل العصير يا جماعه. بس شكله تحفه بصراحه. بس ايه حاولي تنزلي كده بالراحه علشان ايه ما يدخلوش في بعض، عشان كده يبقوا طبقات كده. ممكن بقى العصير ده تعمليه بقى جوافه وفراوله، مانجا وفراوله، كده يعني تشكلي كده في الالوانات بتاعه العصير، بيبقى شكلها حلو قوي. وبتفتح النفس كده لما بتيجي تقدميها كده لولادك، نفسهم تبقى مفتوحه بقى كده عليها، بيبقى شكلها كده حلو. بنزل بصي العصير كده ايه بحطه كده بالراحه علشان الطبقات كده ايه ما تخشش في بعضها. هنعمل كمان اخر واحد دوت بتاع الابله شام، وهي اصلا برضو ما شربتهوش، يعني هي عندي شام فظيعه في الاكل وفي العصاير وفي الكلام دوت، ولا اي حاجه، مش بتشارك معانا الحاجات دي خالص. هي موجوده معانا بس كده بالاسم، بصراحه طفله في البيت موجوده معانا كده بالاسم، يعني ولا عصير ولا اكل ولا فراخ ولا لحمه، فظيعه خالص في الاكلها بصراحه. قلت لها عصير كده اعمله لها علشان تشربه، مفيش فايده برضو. بس قدمت بقى كده العصير، حطيت الكاسات كده عندي في الصينيه. تمام. تعالوا بقى برضو نكمل كده ايه الدلع بتاعنا كده، وعملت كده شويه فنكوش. تمام. وعملت فشار علشان ايه برضو كده لما يتعشوا يعني وكده ياكلوا بقى الفشار والفنكوش دوت، شويه كده صغيرين من كل حاجه يعني. الفشار الاول حطيته في عشان يعني يستوي، عملت حبه صغيرين على قد الحله. والفنكوش برضو زي ما انتم شايفين كده شويه زيت صغيرين، ونزلت عليهم كده بالفنكوش، في ثانيه هتلاقيه كده نفش معاكي واستوى. بص انا رافعه الطاسه لفوق علشان ما كان هيتحرق معايا، فلازم ايه هو اول ما بينفش تقومي شايلاه كده على طول من الزيت. فعلى بال بقى لو سبتيه على النار، على بال ما تيجي تشيلي الكميه كلها هتلاقيه كده اتحرق معاكي، بتلسع بسرعه جدا. بصوا بقى يا جماعه، دي وليمه ولا مش وليمه؟ عملت لهم وليمه في البيت يعني، طلعت قد التحدي ولا لا؟ عملت لهم سندوتشات، وعملت لهم حاجه حلوه، كيكه الويفر والعصير، وكمان التسالي عملت لهم فشار كده وفنكوش. فكل ده بامكانيات او بحاجات بسيطه كانت موجوده عندي في البيت يعني. الكيكه بقى هنا خلاص كانت جمدت معايا، شايفين بقى الطبقات الحمد لله ظبطت معايا المره دي. فبص بقى الطبقات بتاعتها عامله بقى زي بسكوت الويفر بالظبط كده، علشان كده هم سموها بقى كيكه الويفر، عشان شبه الويفر كده، شوكولاته مع الفانيليا. فظبطت بقى معايا. المره اللي فاتت كانت الطبقات كانت كلها شوكولاته، الفانيليا ما كانش باين فيها. المره دي بقى ايه ظابطه معايا، وطلع ايه الطبقات بتاعتها زي ما انتم شايفين كده. انا ايه ما يقستش، انا قلت هعملها تاني علشان ايه لغايه ما اظبط كده الطبقات بتاعتها. انا هي دي المره التانية اللي عملتها، يعني انا عملتها مره قبل كده معاكم، ودي كده المره التانية، والحمد لله ظبطت كده معايا. شايفين بقى الطبقات من جوه عامله ازاي، شكلها حلو جدا، وكمان طعمها تحفه بصراحه. جنبي كده كوبايه شاي بلبن، او جنبي كده كوبايه النسكافيه بتاعتك، تبقى عايزه كده حاجه مسكره، طعمها فعلا حلو قوي. تعالوا بقى نشوف كده ايه الحاجات اللي احنا عملناها النهارده مع بعض.
ونقدم بقى ايه كده الاكل بقى. انا طبعا خدته بقى وحطيته ايه على الترابيزه كده بره. كيكه الويفر بتاعتنا الجميله ديت الحلوه، وكمان بقى ايه العصير بتاعنا بس وكده خلاص. يعني بتكاليف كده بسيطه او بحاجات بسيطه فرحت كده بناتي في البيت وعملت لهم كده حاجات حلوه، وهم بيحبوا يعني الحاجات دي قوي. وبس، وده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير للفيديو لو عجبكم، واشتركوا عندي في القناه وفعلوا زر الجرس على كلمه الكل علشان يوصل لكم مني اشعار باي فيديو جديد انا بنزله. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.